لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. ولو لا قدر الله سقطت الجزائر ده معناه سقوط للكثير من العواصم العربية. الجزائر دولة قوية وجيش قوي ولها تاريخ كبير، ولا قدر الله إذا نجح الأعداء في إسقاط الجزائر ده نحن داخلين على حقبة صعبة جدا من تاريخ العالم العربي، لكنه لن يحدث بإذن الله. السؤال: لماذا تكره إسرائيل الجزائر؟ لما نبحث عن صورة الجزائر في الإعلام الإسرائيلي نجد ما يلي. وسائل الإعلام الإسرائيلي ترى الجزائر العدو الأول لإسرائيل. ليه؟ نمرة واحد، إن الجزائريين من أكثر الشعوب كراهية لإسرائيل. وصحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت جملة قاسية جدا إن الشعب الجزائري شعب عدواني متوحش ويستهدف إسرائيل. نمرة اتنين، إن البعض ممكن يقول وإسرائيل فين والجزائر فين؟ الجزائر بعيدة عن إسرائيل، كيف تهدد الجزائر إسرائيل؟ برضو الإعلام الإسرائيلي بيجيب والمحللين العسكريين الإسرائيليين بيجيبوا أن الجزائر ليست بعيدة، لأن عندها جيش قوي وعندها قوات بحرية قوية، والجزائر شاركت في حرب 73، وتقدر الجزائر مرة أخرى تشارك في حرب ضد إسرائيل عبر البحرية الجزائرية القوية. وإن في 3 طرادات شبح جايين من الصين قريب هينضموا إلى البحرية الجزائرية القوية، وبالتالي في قلق من سلاح البحرية الجزائري. نمرة 3، إن إسرائيل حاولت إنها تتدخل في النسيج الجزائري وفشلت، إنما عجز إسرائيل إن هي تفكك النسيج الجزائري ده أدى إلى إن إسرائيل تستهدف الجزائر بطرق أخرى. نمرة 4، الجزائر دولة مؤيدة للحق الفلسطيني على مدى تاريخ القضية الفلسطينية، وكان دورها كبير جدا في دعم منظمة التحرير وفي إن فلسطين تكون عضو مراقب في الأمم المتحدة. نمرة 5، صحيفة الخبر الجزائرية بتقول إن سنة 2010 إسرائيل غيرت مسار الأقمار الصناعية العسكرية، أقمار التجسس الإسرائيلية، علشان تركز على المنشآت العسكرية الجزائرية وعلى الجيش الجزائري، وبالتالي ده موقف عدائي واضح من إسرائيل تجاه الجزائر. 6، وأخيرا، إن الجيش الجزائري بيتطور وبيصرف كتير جدا على السلاح وبيصرف كتير جدا على الدفاع، فهم بيسألوا الجيش الجزائري بيتطور ضد من؟ والإجابة في إسرائيل إن جزء من أهداف الجيش الجزائري إن في حال أي حرب مع إسرائيل سوف تشارك الجزائر كما شاركت من قبل. لكن الجزائر دولة منضبطة تحترم القانون الدولي، ولا تاريخ مجيد من الدفاع عن أراضيها، وتاريخ مجيد عن نصرة ومؤازرة الأمة العربية والقضية الفلسطينية. حفظ الله الجزائر من كل سوء. Un exercice de marche ordonnée, tout simplement, de la gendarmerie nationale algérienne. Et les gendarmes algériens utilisent tout simplement les juifs comme moyen de se motiver, quand vous l'avez dit, des appels au meurtre, plus que des mots, Barbara. Je vous propose tout simplement d'écouter un extrait. De quand datent ces images? Du 1er novembre 2015. Et non, hors antenne, Julien me demandait s'il s'agissait d'une blague. Non, ce n'est pas une blague, c'est très sérieux. Et c'était pour marquer la commémoration, la fête nationale commémorant la révolution algérienne. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.